أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: صحيفة اليوم السعودية تعلنها اتفاق مبدئي بين الأهلي وجوميز على تدريب الفريق. تحدثت صحيفة اليوم السعودية وقالت هناك مفاوضات جادة بين مسؤولو الأهلي وجوزيه جوميز لتوليه مسؤولية القيادة الفنية للفريق بدءا من كأس العالم للأندية، وهناك اتفاق مبدئي على حصول المدرب على 150 ألف دولار في الموسم من أجل قيادة الأهلي بداية من كأس العالم للأندية. فبالتالي بفضل الله، فاكرين لما قلت لحضراتكم ان الاهلي اتفق معاه انه ياخد راتب شهري 150 الف دولار؟ بالفعل اهو خرج بعدين على طول الصحافة في السعودية تؤكد على كلامنا بالارقام وبالحرف. خبرنا الثاني: 48 ساعة تفصل جوميز عن تدريب الاهلي، يتعرف على ما يحدث. الآن الصحافة في السعودية بتتحدث بأن مباراة الفتح القادمة ضد الوحدة في الجولة 31 هتكون فاصلة في مشوار البرتغالي. لو فاز وتم خلاص التأكيد على ضمان بقاء نادي الفتح في الدوري السعودي، سيتولى جوميز تدريب الأهلي مباشرة. خبرنا الثالث: عماد النحاس يتحدث بعد مباراة الأهلي وفريق المصري. قال النحاس: دخلنا المباراة متأخرين بهدف مبكر، ولكن تعاملنا بهدوء. النادي الأهلي يلعب كل 4 أيام عكس بعض الفرق اللي بتاخد راحة طويلة، هدفنا هو الفوز بالدوري. خبرنا الرابع: قرار نهائي من أيمن الرمادي بشأن عودة زيزو للزمالك. أكد خالد الغندور على أن أيمن الرمادي يرفض عودة زيزو للمشاركة مع الزمالك في مباراة سيراميكا كليوباترا. خبرنا الخامس: وسام أبو علي يوجه رسالة بعد عودته للتهديف. قال وسام: الحمد لله على الفوز، كنا رجالة، سنفعل كل شيء حتى نفوز بالدوري، وإن شاء الله ربنا يكرمنا في نهاية الموسم والدوري يكون في الجزيرة إن شاء الله.